والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اصحابه عليه الصلاه والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يوم جديد في فيديو جديد يا حبايب قلبي، ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا يا حبايبي كده ايه، نشوف احنا هنعمل غدا ايه النهارده، ونسمي بالله ونصلي على رسول الله، وندعي لحبايبنا يا رب اللي ربنا يشفيهم ويعافيهم ويشفي كل مريض وترد كل غريب وتنجح العيال بتوع الثانوي العام يا اولاد. بتوع تالتة ثانوي عام، ربنا ينجحهم وما يخسرش حد لا في ماله ولا في عياله، وتدي للي عايزه الخير في الصبر. وربي ايه، والف الف مبروك لبتوع تالتة اعدادي، وعقبالك يا محمد السنه الجايه، وابقى فرحانه وربنا يديني طول العمر والصحه والعافيه انا وحبايبي وجميع العالم يا رب. هتعملي البصل الاول هتعمل ما هي ولية هتعملي ايه النهارده يا خالته ام عبده غدي؟ انا هعمل رز النهارده يا اولاد وبسله ولحمه. والله اللحمه دي ايه، لحمه العيد يا اولاد. كل سنه وانتم طيبين ويعود عليكم الايام بخير يا احلى ناس في الدنيا واحلى اخوات في الدنيا. وقال لهم ايه، ازيكم انا جايه اخدم عندكم حبايب قلبي، حبايب قلبي. ننسى اللي فات ونبدا صفحه جديده ونعمل روتيناتنا بتاع زمان وعلى قد الايد يا اولاد. انا على قد ايدي، على قد ايدي، واللي عيالي بياكلوه واهل بيتي بياكلوا انا بعمله. انا اللي عندي تبذر ولا عندي اي حاجه يا حبايب قلبي. وتشاركوني في الفيديوهات بحبكم وبدعمكم ليا، اللايكات بتاعتكم، دعمكم ليا وقفكم في ظهري يا احلى اخوات في الدنيا واحلى ناس في الدنيا واحلى احفاد في الدنيا واحلى امهات في الدنيا. يلا يا حبايب قلبي نشوف احنا هنعمل ايه. بس ما رضيتش عليه ليه؟ ايوه هتعملي رز بقى رز ضبط. ماشي عليك. لا ما بكره لو اتبقى طبيخ مش هخسره. طب ما تعملي عكس يا كام. لا احيولكم بايه؟ احيولكم رز على شعريه يعني يا امي يا غالي يجي منك احسن. بصي يعني مش عارف اقول لك ايه، ما تقولش يجي منك يبقى حاجه كويسه كده عسل. ما تقولش اي حاجه، قول لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. فهمت ازاي؟ واللي انا اعمله تاكله. نعيش ايه؟ نعيش ايام زمان. الايام دي ايام صعبه، ايام ما حدش يراعي حد. فهمت؟ تعيش دنيتك، تعيش عيشه اهلك، الموجود تاكله. لا تراعي حد يا ابني احسن منك ولا تراعي حد اوسط منك، لا راعي نفسك وراعي للي اقل منك عشان تعيش مرتاح، تعيش يعني بالك مرتاح، تعيش نفسيتك حلوه. امال اللي انا عيب ابص على حد اعلى مني او اغنى مني او بياكل احسن مني او بيلبس احسن مني، يبقى هيتحرم عليا عيشتي، يبقى هيتحرم عليا عيشتي. فانا عيشتي وابص للي اقل مني، يمكن اني احسن من غيري. فهمت ازاي؟ يمكن اني احسن من غيري يابا. والله كان ايام زمان يا واد يا محمد ما كانش حد براعي حد. ما كانش حد براعي حد، كان كل واحد على قد ما بيقدر، وكان حب ومودة وحنان ورحمه. الوقت ما عادش الناس الايام اللي احنا عايشين فيها ده هي اتذكرت في القران زي شوف هابيل وقابيل قتلوا بعض وهم كانوا اخوات. هابيل وقابيل قتلوا بعض وهم كانوا اخوات. فهمت؟ عشان الغيري. فانت يا كبد امك تبص لنفسك، ما تراعيش لحد، عيش عيشتك وعيشه اهلك، ومن رضا بعيشته واقتنع به ربنا يبارك له في صحته وفي عمره وفي كل حاجه. فهمت يا بابا؟ الموجود النفر ياكل. احنا كنا ايام زمان بناكل ايه؟ اللحمه دي كانت من كل اسبوع لما نطبخها مره. هي ولا هي البسله طلعتها من الفريزر يا اولاد، انا مش ملوحاها ولا سلقاها ولا عامله فيها اي حاجه، غسلتها تحت الحنفيه من التلج بردك والحاجه اللي فيه. ونصلي بالله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ونلوح البسله بتاعتنا كده بالبصله كده يا حبايبي اهو. يا حبايب قلبي اهو يا حبايبي، يلي انا سمعت تعليقاتكم يا حبايب قلبي في الفيديو بتاع السطح. حبيبه قلبي يلي انت بتعلقي وبتقولي ده هو بقلس على عيله الدود، لا يا حبيبه قلبي
ده احنا السطح ان احنا الحيوان اللي ما كنستيش تحت منه في الحر ده اهو، الكنسه بتاعته اسم الله على قيمتكم يا حبايب قلبي بتجود. فضروري النفر يكنس تحت الحيوانه بتاعته على طول، وغير القش بتاعها، ويحط لهم ميه ساقعه عشان الحيوانه بتاعتك تبقى نظيفه وتعرفي تاكليها، لانك انت بتربيها على ايدك، بتختلف عن الحيوانه اللي انت بتشتريها من بره. فهو ما كانش يقصد يا حبيبه قلبي اللي هو يقول ايه كده، ده هو بيقول يما الدود، قلت له علشان حطيت فلفل اسمر يا حبايب قلبي، وهحط سكر. حط السكر يا اولاد، حطيه لان ايه حطيت لها سكر، حطيت لها فلفل اسمر، واسيبها ايه تتشوح مع بعضها كده، وتاكل من البصله بتاعتها، وتاكل من الفلفل الاسمر، وتاكل ايه من السكر، لان احنا بنحب البسله يا حبايب قلبي ايه مسكره. تعالى نبص على الميه بتاع الميه بتاع اللحمه، نشوفها غلت ولا ايه. تعالوا يا حبايبي اهو شوفوا الميه غلت اهي. همسك اللحمه بتاعتي كده اهو، نسمي بالله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. حبايب قلبي فيه ناس بتغسل اللحمه وفيه ناس ما بتغسلهاش يا اولاد، انا بغسل اللحمه. بسم الله اهو. حبايب قلبي انتوا كلكم بتطبخوا وبتعرفوا تطبخوا عن كمان والله، وبتعملوا حاجات احسن مني كمان. يعني محدش يا ولاد عويل، والله كلكم يعني ولاد خير، وكلكم بتعملوا احلى من كده بكتير، بس انا طبختي بسيطه وما بطبخش طبخ يا ولاد زياده عن اللازم. ما اعملش 3 4 طبخات في يوم واحد واقعد تاني يوم ما الاقيش، لان دي عيال وعايزه كل يوم النفر يشكل لهم ياكلوا ايه. فهمت يا حبايبي؟ وانا وخصوصا في الصيف يا اولاد ما بحبش الاكل كتير، ولا بحب ابو تقال كتير، يعني بحب الناشف عن ايه عن التقال. وفي ناس بتغسل اللحمه، وده في ناس ما بتغسلهاش، وده كل واحد اختياري، ما هوش اجباري على حد. بس انا يا حبايبي بغسل اللحمه وبنقعها بدقيق وبملح وبليمون وبغسلها غسيل نظيف. يلا يا حبيبتي واحد البسله بتاعتي، بس الواد محمد ما كانش هنا. الواد محمد كان صاحبه بنده عليه عشان يلعب الكوره. معرفش حد بيلعب في الكوره في الحر كده يا ولاد زي عيالنا دي ولا لا. حطيت الطماطم اهيت، انا كنت عندي تسبيكه طماطم مسبكاها كده ايه بزيت وفلفل اسمر وورقه لورا ومستكه وحبان ايه وملح اهوت. حطيت الطماطم بتاعتنا اهي، وما نشوف اللحمه بتاعتنا يا حبايب قلبي. اللحمه بتاعتنا كده اهو كده، سمي بالله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اهو يا حبايبي اهو انا عارفه انتوا كلكم يا حبايب قلبي شطار والله. انا لا حطيت لا فلفل اسمر ولا حطيت مستكه وحبهان ولا حطيت اي حاجه اكتر من البصله وجزرايه، وبحط فصين توم عشان لو اللحمه فيها ريحه زفاره. التوم ايه يا ولاد بشد ريحه الزفاره من اي زفر، سوا بط سوا فراخ سوا اي حاجه. فص توم قشرته وقمت فاتحاه نصين يا ولاد، وقمت حطاها ايه مع اللحمه بتاعتها. والله ايام زمان كانت الناس يا ولاد بتقدح للحمه دي، شفتهم كانت بتقدح للحمه دي زي ايه زي ما تكون بتقدح للعدس. فهمتوا؟ اهوت نغطي بقى لما ترم الرغوه بتاعتها تاني الرغوه بتاع اللحمه هي معايا فلفل اسمر، وحطيت لها مستكه وحبهان يا حبايبي. وهنحط الطماطم بتاعتنا ونسيبها ما بحطش الملح دلوقتي يا ولاد، لان ما بحط الملح للحمه وهي لسه ما استوتش او ما دخلتش في السوي بتغيب في التسويه. معايا طماطم ديت، الطماطم دي كانت في الثلاجه ارميها؟ لا خساره ما ارميهاش. لمها تلمك يا بت انت وهي، لميها تلمك يا بت. حبايب قلبي بعد الست الحبيبه الست ام عبده الست الغاليه طبخت لنا الرز. شوفوا الشوربه بتاعتها عفوا واللحمه والبسله، والله الشوربه بتاعتها جميله جميله جميله. تسلم ايدك يما.
شوفوا البسله الله بتاعتنا يسلمك يا حبيبتي. جميله ازاي. شوفي تسلم ايديها، مش كل نصيحة اللي منك يا حبيبة نفخت قلبي، طبخ لميه تلمي، فعلا. لميه تلمي، مش كل يوم اطبخ جاز طبخات مع بعض وتاني يوم ما لاقيش. لا يا حبيبة قلبي، اطبخي الاكل اللي عيالك هتاكل، واللي يتبقى منك تاني يوم اعملي شويه رز على شعريه ومشوبه تاني يوم يا حبيبتي، لان الايام اللي احنا فيها دي أيام ربنا صعبة اللي وأيام علم غالية. بيه، وايام غالي، وانت شايفه القرش بقى بالصعب، وربنا يرزقنا ويرزقكم يا رب الخير كله من نعيم الله. وطبعا بشكر كل اخت وكل اخ وكل ام وكل اب دخلوا اشتركوا معايا في الفيديو وفرحوني واسعدوني بالكومنتات الايجابيه، وبقول للناس المهمشه انتوا لا انتوا مش شايفين ولا انتوا عندنا في دماغنا، وهقول لكم احنا كعبنا عالي عليكم، وخالتي اللي انتوا بتشتموها في الكومنتات كعبها عالي عليكم، وبقول لكم اللي غيران مننا يفرح زينا ويجري معانا في الحلو والوحش زي خالتكم عبد. خالتكم عبد لا عمرها كانت بتاعت قلنا وقالوا، ولا عمرها سابت حد في وقت الشده، ولا عمرها تخلت عن اخواتها. خلاص، فالجدعانوا معانا يا حبايبي. واقول لكم ايه، منكم لله يلي بتخشوا تغلطوا فينا وتسبوا في عرضنا وتغلطوا في امي وتسبوا في عرض امي، منكم لله، ولكم يوم هتشوفوا فيه اللي انتوا بتقولوه في الناس، وكما تدين تدان. وكلمة الفم مسلوفة لو بعد حين، لا صاحب القناة تنفعكم ولا صاحبة محتوى هتنفعكم. ان شاء الله حقنا هناخده يوم المحشر، والله ما يسامح اي حد يسبنا وغلط فينا، يا شوية منافقين، يا شوية يعني لا عندكم لا اسلام ولا دين، لانكم انتوا لو طالعين من بيئة نضيفة ومستنقع نضيف كنت كتبت الكومنتات النضيفة. واقول لكم على حاجة برضو، كل واحد كل اناء بينضح ما فيه، وانتم عشان اناءكم كده شفنا ايه كلامكم على الفيديو بتاع خالتكم عبده، شجعونا يا جمهورية.